بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من قناة نور الزراعة. أحييكم، معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج التسميد، جامعة عين شمس. النهاردة هنتكلم عن أحد العناصر الكبرى اللي هو النيتروجين. أهمية عنصر النيتروجين من العناصر الكبرى المتحركة في النبات التي يحتاجها بكمية كبيرة. التسميد بتاعه من ربع جرام إلى 10 جرام لكل نبات على حسب مرحلة النمو الخضري أو الزهري أو الثمري. أهمية عنصر النيتروجين مهم في تكوين العقد البكتيرية والعقد الجذرية، يساعد في عملية الإخضرار، منشط قوي للمجموع الجذري، يزيد من مادة الكلوروفيل، خاصة اللي هو ذرة مغنيسيوم مرتبطة بأربع ذرات نيتروجين مع ذرة حديد. موجود في اللوريا والنترات والملح والنيتريك والماب واليوريا المنخفضة واليوريا العادية. يستخدم في التصنيع، يحسن من النمو الجذور، طبعا تحفيز النمو الخضري وزيادة كمية الأوراق. عند الزراعة يفضل استخدام الفوسفور والبوتاس. جرعة أولى استخدام البوتاس والفوسفور، جرعة ثانية نيتروجين، جرعة ثالثة NPK. تنوع السماد أفضل. التسميد الكثير يسبب احتراق أوراق وتلوث التربة. لابد من تحليل التربة، لابد من تحليل الري. النمو الخضري هو العنصر الأساسي في تكوين البروتينات لنمو الخلية. طبعا النترات لا تخلط مع اللوريا، أفضل تخلط مع الملح. بيستخدم في تثبيت النيتروجين الجوي في محاصيل البقوليات. زيادته بتؤدي إلى سرولة وطول العنق. النمو الخضري الكثير يؤدي إلى عدم الإزهار والعقل. ظاهرة الرقاد، الإصابة بالأمراض الحشرية والفطرية، الإصابة بالنباتودة والأعفان، طول النبات وسرولته، تنشيط امتصاص عنصر المغنيسيوم وصعوبة كثيرة في امتصاص عنصر الكالسيوم والبوتاس والبرون. أعراض نقص النيتروجين: يقلل من كفاءة تكوين العقد البكتيرية الجذرية في البقول، زيادة ملوحة التربة ودرجة الملوحة، اصفرار عام على الأوراق السفلى والمسنة. بيتحول من صورة باهتة إلى صورة أصفر، لون أصفر في الأراضي المالحة الحامضية والأراضي مليئة الفقيرة بالعناصر. نقص في المادة العضوية، السماد العضوي اللي هو النيتروجين، عنصر طبعا متحرك. العلاج بتاعه طبعا الرش الورقي مركب نيتروجيني NPK، التسميد بالملح والنترات أو اللوريا، ويفضل الملح بالنترات، الرش الورقي ويفضل في الأراضي المالحة والأراضي الحامضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.